السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مادة الإنجليزي للصف السادس الابتدائي، كتاب النشاط Unit 3 Lesson 8. تمرين A. Look at the story on page 52 and 53 of the pupil's book. في كتاب الطالب. انظر لصفحة 52 و 53 في كتاب الطالب الملون. Can you put the sentence in order؟ يعني كلمات أو جمل مخربطة يقول لك خليهن بالترتيب الصحيح. Number 1 هو حالة. وسام and دانيا are at home. وسام ودانيا بالبيت with عمار مع عمار. Their parents are at work. آبائهم في العمل. Number 2 وسام is working online. وسام يعمل على الإنترنت، يعني جاي مثلا يتصفح ويكنك. Number 3 دانيا is making dinner. دانيا تحضر العشاء to help her parents. تساعد والديها. Number 4 عمار is playing with his toys. ألعابه in the kitchen، يعني يلعب ويا ألعابه في المطبخ. Number 5 عمار getting bored. شعر بالملل. He gets a big knife. سكين كبير and some tomato. He thinks I can help. يعتقد إنه هو يستطيع المساعدة. Number 6 his sister doesn't see him. أخته ما شافته. Number 7 عمار tries to cut a tomato. يقطع الطماطة. The knife slips and cuts his finger. يعني السكينة شو نقول ابتعدت، يعني شو نقول اجت بالخطأ، ما جت بالطماطة، قطعت الصبعة، يعني انجرح الصبعة. Number 8 he started to cry. بدأ بالبكاء. دانيا sees him. رأته. She says وسام get a plaster quickly. أحضر البلاستر بسرعة. They put the plaster on عمار fingers. خلوا بلاستر على أصبع عمار. He stops cry. توقف عن البكاء. 10 Mom and Dad come home. الأم والأب جاءوا إلى المنزل. Mom says you mustn't use a sharp knife. لازم تستخدم سكين حاد. The family have their dinner. تناول العشاء. عمار says I still like tomato. لازلت أفضل الطماطة. تمرين B. Tell the story with your parent. يعني مع شريك. وسام and دانيا are at home with عمار and their parents are at work. وسام is داني is يعني يقول لك هاي القطعة ناقشها مع شريك. تمرين C. Write are the new words you know. اكتب كلمات تتعلم. write 6 new words here and remember them. يعني هنا 6 كلمات انت تعرفت عليهن بهذا اليونت، اذكرهن هنا. تمرين دي read the puzzles. Do you know the answers؟ يعني هنا عندنا لعبة يقول لك انت لازم تذكر الأجوبة. Number 1 complete the sentence. The فراغ connects million of computer around world. يكنك ملايين أجهزة الكمبيوتر على الإنترنت حول العالم. شنو عندنا تجاوب يكون إنترنت. Number 2 before you can't find a website. قبل ما تلقى صفحة إلكترونية لازم أول شي شو تسوي؟ You must go online. لازم أول شي تكنك. You must go online. Number 3 what does this icon means؟ شنو تعني هاي أيقونة؟ أيقونة البحث. اسم البحث بالإنجليزي search. Number 4 what do you use a mouse for؟ الماوس شنو نستخدمه؟ to click للنقر on icons or word للنقر على الأيقونة أو الكلمة. 5 which is correct؟ شنو الصحيح؟ click on or click with. تنقر على أو تنقر مع. أكيد click on تنقر على. Number 6 do you need a mouse with a touch screen؟ يعني شاشة اللمس، موبايلك اللمس أو اللابتوب أو الآيباد إذا لمس تحتاج ويا ماوس الفأرة؟ false، ما نحتاج نسويها. Number 7 complete the sentence. كمل لي الجملة. you can scroll up or down. طلاب هذا التمرين مهم يجيكم بالامتحان، يعني نفس هاي الفراغات المنطيها لكم تجيكم بالامتحان.